السلام عليكم متابعي قناة البيان. قبل أن نبدأ أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه، إبداء رأيكم تشجيعا لنا ولتحسين أدائنا لنشر المزيد من الأخبار والتحاليل إن شاء الله. الجيش الجزائري 2023 يعزز القوات الجوية بالدرون الصيني WG-700 الأخطر في العالم ويتخطى أمريكا وتركيا. أشهر قليلة بعد انتهاء الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم وصناعة الفضاء الجوي على الطائرة المسيرة WG-700، والتي أحدثت طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في مجال المسيرات، وما تم تداوله حول اهتمام الجزائر بها والمفاوضات التي تم نشرها والتي أظهرت فريق مهندسين صيني في الجزائر. كشف اليوم موقع الدفاع العربي نقلا عن الشركة الروسية لصناعة الصواريخ كاتي RV التي أعدت تقريرا حول الأسلحة المصدرة للفترة الممتدة بين 2020 و 2025، والذي تأكد من خلاله فعلا أن الجزائر قد أبرمت فعلا صفقة تتعلق باستيراد 4 درونات من نوع WG-700، وتتفوق المسيرة الصينية التي ستدخل الخدمة قريبا في القوات الجوية الجزائرية على المسيرة الأمريكية ARM-Q-9 ريبر والمسيرة التركية، كما تكمن خطورتها في خصائص تجعلها الأكثر تطورا في العالم، بحيث يبلغ مدى ارتفاعها أثناء تحليقها 15 كيلومتر بسرعة طيران تصل إلى 700 كيلومتر الساعة، بينما يمكنها القيام برحلة محملة بصواريخ وذخائر يصل وزنها الإجمالي إلى 4 طنان، وتستطيع إجراء رحلة طيران بدون انقطاع تستمر لمدة بين 30 و 50 ساعة متواصلة، ويمكنها تدمير الأهداف برية وجوية وبحرية. كما تزود بصواريخ CM-102 التي يبلغ مداها التدميري 100 كيلومتر.